في يوم عادي جدا في قلب القاهرة، واحد من أهم الصحفيين في جريدة الأهرام خرج من شغله ومرجعش تاني للأبد. السلام عليكم، أنا اسمي مريم يوسف، والنهاردة هنتكلم عن لغز اختفاء الصحفي رضا هلال. القصة اللي هنتكلم عنها النهاردة مش فيلم ومش إشاعة، خلينا متفقين إن دي واحدة من أغرب وأقدم قضايا الاختفاء الغامض في مصر الحديث. اسمه رضا هلال، ووظيفته نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، يعني الراجل ليه شنة ورنة وليه منصبه. اختفى يوم 11 أغسطس سنة 2003. من اللحظة دي حياته اتقفلت زي باب اتقفل ومحدش عارف المفتاح فين. في يوم 11 أغسطس سنة 2003 رضا هلال كان في شغله في مبنى جريدة الأهرام في وسط القاهرة، اللي اتسجل رسميا في التحقيقات إنه خلص شغله بشكل طبيعي وخرج من المبنى، وكان رايح لمنطقة السيدة زينب في وسط القاهرة، وبعدها مفيش أي أثر تاني ليه. الغريب إن اختفائه ما تلاحظش فورا، لكن اكتشفوه بعد كده لما ما وصلش لاجتماع مهم ولا رد على اتصالات، وبعد يومين تقريبا أسرته قدمت بلاغ رسمي باختفائه. الشرطة بدأت تحقق، لكن من أول لحظة كان فيه لغز كبير. طبعا في الوقت ده سنة 2003 ما كانش فيه كاميرات واضحة توثق خروجه، ومفيش شهود يأكدوا لحظة اختفائه. الراجل خرج من المبنى ومحدش ركز معاه، وكمان العربية أو المواصلات اللي ركبها مش معروفة بدقة. أهم نقطة مكان اختفائه نفسه كان في أكتر مناطق القاهرة أمان وحساسية، كان قريب من وزارة الخارجية، السفارات، في مؤسسة أمنية مهمة هناك، وده خلى اللغز أكبر. اختفاء شخص في منطقة زي دي من غير أي أثر دي مش حاجة بسيطة، وبعدين هو كمان شخصية ليها قيمتها في المجتمع. رضا هلال كان مش مجرد صحفي عادي، كان نائب رئيس تحرير الأهرام وكاتب سياسي وليه مقالات مثيرة للجدل. ومن أهم النقط اللي اتذكرت عنه إن كان عنده آراء سياسية واضحة في ملفات عربية مهمة، وكتب عن حرب العراق سنة 2003 وقتها. يعني بعض مقالاته اتفهمت إنها قريبة من وجهة النظر الغربية وقتها، وده خلى اسمه يبقى في منطقة حساسة سياسيا في توقيت مش بسيط خالص. من أول أسبوع بدأت 3 سيناريوهات تنتشر. أول رواية الخطف، إنه تم خطفه في الطريق، وده السيناريو اللي رجحه ناس كتيرة لأن الاختفاء حصل فجأة، مفيش أي أثر لجثة أو حركة، مفيش طلب فدية معروف، محدش اتصل بحد ويساومهم على أي حاجة. في رواية تانية غير الخطف، الأسباب الشخصية، في مصادر قالت إن ممكن يكون في مشاكل شخصية مع حد، ظروف نفسية، اختفاء تطوعي، يعني هو اللي اختفى بنفسه محدش خطفه. وده كان أضعف سيناريو عند أغلب الصحفيين، لأن حياته كانت مستقرة ظاهريا، لا عنده مشاكل شخصية مع حد ولا هو بيعاني من مشاكل نفسية، وبكده هو ما عندوش حاجة تخليه يختفي تطوعي كده مع نفسه. بقى فيه كمان رواية التصفية السياسية، ودي الأكتر جدل والأقرب للحكاية. بعد سنين ظهرت روايات مش مؤكدة بتقول إن مقالاته كانت بتلمس ملفات سياسية حساسة، وكان في صراعات على الملفات جوه الدولة وقتها، يعني كان في مشاكل ما بينه وما بين القادة السياسيين في الوقت ده في البلد. لكن دي ما اتثبتتش رسميا، وفضلت في الكلام اللي من تحت لتحت، الناس بتقول لبعض، إشاعات، حوارات، لكن ما توثقش. بعد أيام من اختفائه القضية بدأت تاخد صدى كبير قوي، نقابة الصحفيين اتدخلت، منظمات حقوقية بدأت تسأل، الإعلام الدولي بدأ يغطي الموضوع. وفي وقتها كان في مسؤولين أمنيين قالوا جملة مهمة جدا، مش ممكن نستبعد إن يكون في عمل إجرامي ورا الاختفاء ده. الجملة دي كانت أول اعتراف رسمي إن الموضوع مش بسيط، ده الحكومة نفسها، مسؤولين أمنيين بيعترفوا إن في عمل إجرامي ورا اختفاء الصحفي رضا هلال. من أغرب اللي جه في التحقيقات، مفيش جريمة واضحة، لا في جثة ولا في دم ولا في حادثة ولا حد يعرف هو فين، ده كأنه اتبخر. حتى مفيش دليل إنه اتخطف، مفيش إعلان مسؤول من أي جهة. يعني الموضوع باختصار إنسان اختفى في وسط مدينة كاملة وكأنه فص ملح وداب، اتبخر.
لو شلنا كل الروايات بقى وبصينا بعقل، إزاي صحفي معروف يخرج من شغله في منطقة حساسة جدا ومحدش يقدر يحدد هو راح فين؟ هل ده خطف منظم، ولا تصفية سريعة، ولا خروج بإرادته، ولا احتمال تالت أخطر إنه كان في طرف تالت اشتغل في صمت كامل؟ لحد اللحظة دي كل اللي نعرفه رضا هلال خرج من الأهرام يوم 11 أغسطس سنة 2003، وبعدها اختفى للأبد. ولا جثة، ولا رسالة، ولا أثر واضح. بعد ما اختفى رضا هلال في 2003 الدنيا ما قفلتش عليه قوي، يعني القضية فضلت في النور شوية، بتظهر في الإعلام كل فترة، أسرته مستمرة في المطالبة بكشف الحقيقة، نقابة الصحفيين كانت بتفتح الملف ما بين وقت للتاني، لكن المشكلة الأساسية كانت دايما واحدة: مفيش أي دليل جديد ولا حاجة ممكن تغير مسار القضية. بعد 2011 ومع التغيرات السياسية في مصر والثورة واللي حصلت حاجة مهمة: القضية رجعت تتناقش بشكل أوسع. صحفيين بدأوا يطرحوا أسئلة من جديد: هل تم تجاهل ملفه عمدا؟ هل كان في معلومات أمنية مش معلنة؟ ليه القضية اتقفلت من غير نتيجة نهائية؟ لكن برضو مفيش أي مستند رسمي جديد طلع يثبت سيناريو محدد. حتى بعد انهيار المنظومة الأمنية اللي كانت موجودة في مصر والمسؤولين ما بقوش في مكانهم، برضو محدش عارف رضا هلال كان مصيره ايه. أسرة رضا هلال كانت من أكتر الأطراف اللي حافظت على استمرار القضية، فضلوا يفتحوا الموضوع ومش عايزين يقفلوه. أهم النقاط اللي قالوها على مر سنين إنه ما كانش عنده مشاكل شخصية تخليه يختفي، حياته كانت مستقرة قبل الحادثة، كانوا مؤمنين إنه ما اختفاش بإرادته، الموضوع فيه إن، لكن في نفس الوقت مفيش أي دليل مادي ظهر يثبت فرضية معينة، إنه اختفى، إنه حد قتله، إن حد خطفه، إن هو اللي مشي لوحده. مفيش أي حاجة أثبتت أي حاجة، وده اللي خلى القضية في حالة اسمها اختفاء من غير سبب أو من غير إجابة. النيابة العامة المصرية فتحت التحقيق أكتر من مرة، وكانت كل مرة بتطلع بنتيجة محددة: مفيش جريمة مثبتة ضد شخص معين. طب مفيش جثة ولا دليل مادي، مفيش حاجة تثبت إنه اتقتل، مفيش شهود حاسمين للحظة الاختفاء ده، يعني محدش قال ولا كلمة عنه، مفيش تسجيلات كاميرات. يعني من منظور قانوني القضية مفتوحة من غير خيوط كافية للحسم فيها، محدش عارف ايه اللي حصل له. خلينا نحلل وبشكل منطقي السيناريوهات اللي ظهرت. سيناريو الخطف السريع ده السيناريو الأقوى عند ناس كتير، لأنه حصل في وقت قصير جدا بعد خروجه. المنطقة فيها حركة كثيفة، لكن ممكن يكون فيها اختراق أمني ومفيش أي أثر. السؤال: لو هو خطف، فين الجهة؟ ليه مفيش إعلان أو تسريب؟ في سيناريو تاني: الإخفاء المنظم. إن السيناريو ده بيظهر في بعض التحليلات الصحفية، يعني عملية تمت بشكل احترافي من غير دوشة إعلامية، من غير طلب فدية أو إعلان. المشكلة هنا مفيش أي دليل مباشر يدعم ده رسميا. سيناريو الاختفاء التطوعي، وده أضعف سيناريو. مفيش مقدمات نفسية واضحة، مفيش سحب فلوس أو تجهيز سفر معروف، مفيش تواصل لاحق، عشان كده أغلب الباحثين استبعدوه. النقطة الأخطر في القضية: لو ركزنا بعمق في القضية هنلاقي حاجة غريبة جدا: مفيش لحظة جريمة واضحة أصلا، يعني لا كاميرا ولا شاهد مباشر ولا صرخة ولا حادث. وده يخلي القضية من النوع النادر جدا، اسمه اختفاء كامل من غير مسرح جريمة. لو حاولنا نركب القصة بشكل منطقي كده: رضا هلال خرج من الأهرام رايح لبيته، الطريق طبيعي ومش معزول في وسط ناس، وفي وقت قصير جدا اختفى. ازاي شخص يختفي في قلب مدينة زي القاهرة من غير ولا أثر؟ ده بيخلي الاحتمالات المنطقية تنحسر: يا إما تدخل سريع جدا ومنظم ومحدش لحق يلقط اللي حصل، أو إنه اتنقل نقل فوري برا المكان خالص وبرضه محدش لحق يرصد أي حاجة، أو حصل غلطة في تتبع اللحظات الأخيرة. بعد السنين دي كلها رضا هلال اختفى فعلا يوم 11 أغسطس سنة 2003، مفيش أي أثر ليه لغاية النهاردة، مفيش دليل رسمي حدد مصيره. القضية لسه مفتوحة ومن غير حل. الحقيقة الأهم: القضية مش بس عن شخص اختفى،
دي عن سؤال أكبر، إزاي ممكن إنسان يختفي من غير أي أثر في بلد كبيرة زي القاهرة؟ قضية رضا هلال لحد النهاردة بتفضل واحدة من أكتر القضايا غموض في الصحافة المصرية، وأكترها صعوبة في التفسير، وأكترها مفتوحة للجدل. يمكن الحقيقة الكاملة لسه ما اتقالتش، أو لسه ما تعرفتش، أو يمكن هتظهر في يوم من الأيام. لغاية هنا خلصت الحكاية، استنونا في قضية جديدة وهتكون برضو مثيرة للجدل، غامضة نفكر فيها مع بعض ممكن يكون ايه اللي حصل. اشترك معانا في القناة وفعل الجرس، وياريت تكتب لنا تعليق يشجعنا وتعمل لايك، مش هتخسر حاجة لكن هيفرق معانا جدا. استنونا في حلقة جديدة. السلام عليكم.